ايه اللي بيخلي عربيات هوندا ونيسان كده؟ واشمعنى السيفيك او النيسان باترول بالذات مميزين رغم ان السيفيك موتورها يعتبر صغير واقتصادي نوعا ما، والباترول فهي عربية عائلية؟ تعال اقول لك ايه هو نظام الفي في تي، السر اللي بيخلي العربيات دي مميزة ببساطة ومن غير تعقيد. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل سبسكرايب، ويلا بينا نخش في الموضوع على طول. الفي في تي او فيتك او فانوس وليه اكتر من 20 اسم، كل شركة هنا بتخترع اسم خاص بيهم، لكن التقنية بتفضل واحدة: Variable Valve Timing، وبالعربي صمامات متغيرة التوقيت. صمامات الموتور وظيفتها انها تفتح وتقفل عشان تدخل هواء جوه غرفة احتراق الموتور او السلندر خلينا نقول، وبرضه هي اللي بتفتح عشان تطلع الهواء المحروق من السلندر للشكمان. الصمامات دي بتبقى متركبة تحت عمود الكمات، وزي ما احنا عارفين عمود الكمات ده بيبقى فيه حلقة بيضاوية، والجزء الأطول من الحلقة البيضاوية دي لما بيوصل عند الصمامات بيزقها لتحت عشان تفتح فتدخل هواء للموتور وبعدين تقفل تاني على طول. ونفس الكلام برضو في صمامات العادم. فعمود الكام هو المسؤول عن الليلة دي كلها. في الفي في تي بقى عمود الكام ده بيكون فيه أكتر من حلقة بيضاوية، وكل حلقة ليها أبعاد مختلفة لكل صمام، فالكام هنا يقدر يدي الصمامات أكتر من طريقة وتوقيت للفتح والقفل. كمبيوتر العربية بياخد قرايات دوستك للبنزين وسرعتك، وبناء عليه بيحدد انهي حلقة بيضاوية هي اللي هتزق الصمامات عشان تفتحها وتقفلها يعني. وده بيحصل بان كمبيوتر العربية بيبعت اشارات لقطعة في المحرك اسمها سيلونويد، دي زي حساس كده، هي اللي بتغير في ضغط الزيت اللي بيوصل للكام، وده اللي بيخلي الكام يرجع لورا سنة او يتقدم لقدام سنة عشان الحلقة البيضاوية المناسبة هي اللي تفتح وتقفل الصمامات. خلينا اديك مثال عشان ما تتوهش مني. انت دلوقتي ماشي 60 والار بي ام مرتاح كده، الكام مخلي الحلقة البيضاوية الصغيرة هي اللي تفتح وتقفل الصمامات. طب جيت فجأة تتجاوز عربية قدامك، دوست بنزين جامد والار بي ام عالي، كمبيوتر العربية فورا بيبعت إشارة إن ضغط الزيت اللي بيوصل للكام يتغير عشان الكام يغير مساره ويخلي الحلقات البيضاوية الكبيرة هي اللي تزق الصمامات. وعشان أسهلها عليك أكتر، بالظبط كأن في شخص معاه أكتر من كام وعمال بيغير في الكامات دي على حسب طريقة سواقتك. هي نفس الفكرة هنا، بس بتحصل عن طريق الكمبيوتر مش عن طريق شخص. وكده عرفنا الفي في تي بيشتغل ازاي. تعال نشوف بقى ليه الحلقة الصغيرة بتشتغل عند السواقة الهادية وليه الكبيرة بتستلم أول ما تدوس وتجري. الحلقة الصغيرة بتخلي الصمامات تفتح وتقفل بسرعة، وكمان مدة الفتح نفسها بتاعت الصمام بتبقى قليلة، وده بيخلي كمية الهواء والبنزين اللي هيدخلوا السلندر يبقوا قليلين، وده طبعا مفيد جدا في السواقة الهادية عشان بيدي استهلاك بنزين ممتاز. أما بقى الحلقة الكبيرة دي بتخلي الصمامات تفضل مفتوحة فترة أطول، وكمان بتخلي القفل يبقى أبطأ، وده بينعكس طبعا على أداء العربية عشان هنا كمية الهواء والبنزين اللي هيدخلوا الموتور أكتر، فبتلاقي أداء أجمد واستجابة وتسارع أسرع بكتير من الحلقة الصغيرة. المواتير بقى اللي من غير في في تي بيبقى الصمامات ليها توقيت واحد بس ثابت ما بيتغيرش، يعني وانت واقف الموتور بيدخل نفس كمية البنزين والهواء اللي بيدخلهم، والار بي ام على 7000. ده طبعا بيخلي استهلاك البنزين عالي رغم ان سواقتك هنا هادية ومش بتدوس دلوقتي. عشان كده نظام الفي في تي ده نظام عبقري، لانه خلاك تستغنى عن فكرة تركيب كام اكبر لما تيجي تعدل العربية. وزي ما شرحت لك من شوية، الكام الكبير بيكون الحلقة اللي بيضاوية فيه كبيرة، فهيديك اداء رياضي ممتاز وقوة عالية جدا من الموتور. بس هتواجهك مشكلة على الايدل او العربية واقفة، يعني هتلاقي الموتور بيتهز والعربية كمان هتحس انها بتطفي وتشتغل تاني عشان هنا الصمامات عمالة تفتح زيادة عن طاقتها حتى والعربية واقفة. هو بصراحة صوته خيالي، بس للأسف مش عملي خالص ومش مريح. فالفي في تي جه عشان يحل الأزمة دي بإنه يقدر يحول العربية من شخصية هادية واقتصادية لما تكون سايق بهدوء لشخصية أقوى وأكتر توحش مجرد بس ما ترفع الار بي ام. ده غير طبعا صوته العالي اللي بيبسط أي شاب بيسمع العربية من بره. وعلى فكرة هوندا مش أول شركة تستخدم نظام الفي في تي في عربياتهم. بصراحة في آراء وكلام كتير على مين كان أول شركة تستخدم الفي في تي. ناس بتقول ألفا روميو في 1980، وناس تانية بتقول فيات. بس اللي احنا عارفينه ومتأكدين منه ان الثلاث عمالقة اليابانيين تويوتا وهوندا ونيسان هم اللي طوروا النظام ده وقعدوا يحسنوا فيه لحد ما بقى موتور 1800 سي سي يقدر يطلع عزم وقوة اكتر من 2000 سي سي، وفي نفس الوقت موفر في استهلاك البنزين اكتر من مواتير 1500 سي سي.
زي ما قلت لك في اول الفيديو، النظام ليه اكتر من اسم، وممكن كمان كل شركة تضيف لمستها الخاصة في النظام ده، ولكن انا شرحت لك الفكرة العامة لنظام ال VVT. وفي الاخر تقدر تقول ان سر العربيات دي مش في حجم الموتور ولا حتى في عدد السلندرات، السر الحقيقي في ذكاء تصميم المحرك. وده بالظبط السبب اللي خلى عربيات زي الهوندا سيفيك والنيسان باترول يفضلوا مميزين لسنين طويلة، لان الفكرة هنا مش بس القوة، الفكرة القوة وقت ما تحتاجها وتوفير وقت ما تحب. ما تنساش تعمل لايك لو عجبك الفيديو وسبسكرايب عشان لسه اللي جاي اجمد، وقولي في الكومنتات مين كانت اول شركة تستخدم ال VVT. اشوفك في الفيديو الجاي، سلام.